هلو هلو، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. انا بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات. ناس كتير قوي طلبت مني فيديو كرواسون، فيلا بينا بقى نعمل الشمعة الحلوه اللي تجوع دي مع بعض. اول حاجه طبعا معانا الحاجات اللي احنا متعودين عليها في كل فيديو: الميزان. وهنبدا نوزن الشمع اللي احنا هنحتاجه. انا في الشمعة دي عشان تطلع من قالب هعملها بشمع نخيل وبارافين تركي مع بعض، او نخيل واموك، مفيش مشكله، اموك او بارافين تركي، الاتنين نضاف والاتنين حلوين جدا. هنا هستخدم الوان بودره لان الوان الشمع نشف، خلصت من عندي لون البني. وده القالب كنت لسه شارياه، فقلت بقى نجربه مع بعض. ناس كتير مش بتعرف تعمل ايه في الاموك او في البارافين عشان ناشفه مش بنقدر نكسرها. فازاي نقدر ناخد نسبه معينه منها؟ انا بوزن الاموك وعلى اساسه بحط النخيل. تمام، يعني انا وزنت البارافين الاول معاكم، مثلا طلعت لي 200 جرام، فهاخد 200 جرام كمان نخيل. تمام، لان احنا بنحط 50% و50%. طبعا احنا عندنا عطر، فاحنا هنحط 45% و45% و10% عطر من وزن الشمع. تمام. دلوقتي هفتح معاكم القالب، حلو قوي قوي ومبسوطة بيه جدا ان انا جبته. كان نفسي اجيبه من اول ما بدأت، بس هو عشان كان مستورد فغالي شوية. بس دلوقتي نزل المصري منه. ده بيبقى شكل كده الكرواسون، او ناس كتير بتقول عليه مولتو. هو شكله لطيف قوي، وهو ممكن الواحد يخرمه، بس انا عن نفسي مش مع فكرة خرم القوالب خالص. هنعملها مع بعض وهنطلعها وهنخرم الشمعة نفسها لما تنشف، ونحط الفتيل بعد ما الشمعة تنشف تماما. تمام، يلا مع بعض. هنا بقى انا سيحت الشمع خلاص تماما، وبعدين هبدأ اضيف عليه اللون البني. طبعا انا كنت مسيحة شمع بزيادة، فانا هاخد جزء بس على قد الشمعة اللي انا محتاجاها. واحط فيه اللون البني. اللون البودرة ده بناخد على طرف كده الخلة بنبلها بالشمع ونحط يا دوبك نقطة، لان هو بيدي لون قوي قوي. بس عشان نعمل بني فاحنا بناخد منه كمية شوية. بس نخلي بالنا لازم ندوبه كتير قوي 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 عشان ما يرصبش، لان كل الالوان بترصب للاسف الشديد. كل انواع الالوان بترصب لو زودنا قوي. فانا بدوبه كويس قوي وبفتفت كل فتفوته، بحاول ان انا افضل اقلب فيها لحد ما تختفي تماما. بعد كده هبدا اجيب كوبايه من الورق دول اللي انا بصب بيهم، وهقلبها عشان اخد ظهرها الابيض ده، واحط عليه نقطتين من الشمع عشان اشوف الشمع لما هينشف هيبقى لونه ايه. ليه؟ لان الشمع وهو سايح بيكون اغمق بكتير قوي من الشمع وهو متجمد. فانا هشوفه بني غامق، بس لما ينشف هلاقيه بيج مثلا. فلا، هشوفه احمر قوي او نبيتي وهو سايح، ولما ينشف هلاقيه بينك فاتح. فعشان كده وهو لسه سايح، طبعا احنا بنحط لون بالتدريج عشان لو هو غامق مش هنعرف نفتحه، لو هو فاتح نقدر نغمقه بسهولة. هاخد نقطتين زي ما انتوا شفتوا كده، احطها على ظهر الكوباية عشان حاجة بيضة يعني توضح لي اللون. وهتنشف النقطة دي وهشوف درجة اللون منها. تمام تمام مش تمام، هروح مزودة اللون تاني. اهم حاجة ان التقليب ده بيبرد لي الشمع وبيدوب لي اللون. احنا طبعا عايزين نبرد الشمع لحد ما يوصل لدرجة 70. درجة 70 دي أهم درجة معانا في إن احنا هنصب الشمع عند درجة 70، وهنحط العطر. هنحط العطر ونقلب دقيقتين عشان يختلط تماما، وبعد كده نبدأ نصب الشمع وهو برضو 70. تمام. وبعدين القالب لازم يكون سخن. الكرواسون او المعجنات عموما بتبقى كأن عليها دقيق شوية او مبيضة سنة. فهنا لو ما سخناش القلب هيطلع لنا الحاجات البيضة دي. فدي يعني تريك ممكن انتوا تعملوها لو حابين الكرواسون يبان طبيعي او كده، او عليه دقيق او عليه حاجة بيضة. ممكن ما نسخنش القالب في الحالة دي. تمام، بس اهم حاجة ان الشمع يكون سخن، عشان الشمع لو مش سخن هيعمل بابلز جوه الشمعة، او هيعمل فراغات جوه الشمعة. فالأحسن ان الشمع يكون سخن قوي، اللي هو 70 زي ما احنا متفقين. وبعدين نبدأ نحط في القالب وهو مش متسخن، مفيش أي مشكلة. ده عشان يطلع لنا حاجات بيضة على الشمعة تبين إن هي طبيعية أكتر. تمام. هنا أنا زودت اللون تاني عشان لقيته فاتح قوي على الكوباية، فحبيت إن أنا أزود اللون تاني عشان يديني البني الغامق. اوكي. راجعه لكم ان شاء الله بقوه الايام اللي جايه، بقى هننزل فيديوهات كتير وحاجات جديده. وكل الحاجات اللي انتوا حابين تجربوها او تتعلموها جديد، يعني عايزين حاجه، عايزين تعرفوا هي ايه نظامها وانا ما نزلتهاش، قولوا لي عليها اجيبها واعملها لكم مخصوص، وتاخدوا النتيجه ان شاء الله على طول. حاجه كمان، ممكن بقى كلكم تعملوا سبسكرايب عشان عايزين القناه تكبر وتوصل لاكبر عدد من الناس.
وتعملوا لايك، ولو عندكم اي سؤال ممكن تكتبوه في الكومنتات. وبرضو على التيك توك انا بطلع لايف كتير، وهحاول ان انا اطلع لايف على اليوتيوب كمان عشان اللي ما عندوش تيك توك يقدر يتفرج معانا. هنا انا قلبت لغايه لما خلاص حسيت ان درجه الحراره 70. طبعا انا معايا ترمومتر بس انا عشان بستخدم كتير فخلاص عارفه الشمع بيكون شكله ايه عند 70. وبعدين زودت العطر. الشمع اللي بيبقى بره القالب يعني اللي بيطلع من قوالب كده كده العطر بيقل منه مع الوقت، فاحنا مش لازم نحط 10% كاملة، ممكن نحط 5%، ممكن نحط 8%، لان هو هيقعد له مثلا شهر وبعدين ريحة كده كده هتطير. الا بقى لو كل استخدام بروح لفاها وشايلها مقفولة، ده هيحافظ عليها اكتر، هيحافظ على العطر يعني بتاعها اكتر. هنا انا خدت القالب عشان اسخنه، بس احنا في حالة المعجنات ممكن ما نسخنش القالب عشان يدينا الايفكت الابيض بتاع القوالب. لما بتبقى مش متسخنة بتطلع الشمعة مجيرة سنة، فده هيخليها شكلها طبيعي. بس انا سخنت القالب وفي نفس الوقت طلعت لطيفة جدا، وهتشوفوا شفناها في اول فيديو، هتشوفوها وانا بطلعها من القالب معاكم في اخر الفيديو. بس كنت عايزة اقول لكم على ايه تاني. اي حد حاسس ان هو في حاجة مقلقاه او حاجة عايز يعرفها ممكن يكتب لي في الكومنتات، وانا ما عنديش مشكلة نعمل فيديو لكل كومنت. يعني ما عنديش مشكلة عند اي حد بمشكلة في حاجة، ان شاء الله انا ناوية اعمل معاكم سلسلة كده عند اي مشكلة بتواجه حد هنعمل عليها فيديو ان شاء الله. هنا القالب بتسخن خلاص، ودينا صبينا الشمع لغاية الاخر طبعا بنسمي. والاحسن ان الواحد يخلي معاه شوية شمع في الحلة كده على جنب، عشان لو حصل تقعر او حفر نقدر نملى تاني بنفس الدرجة بالظبط ما نحتس يعني. بصوا برضو في تريك تانية بعملها عشان اللون ما يرصبش، ساعات بتنجح وساعات لا، بس لو حابين تجربوها ان انا بحط الشمعة في التلاجة تجمد في التلاجة فتجمد بسرعة قبل ما اللون يلحق يرصب. ساعات بتنجح وساعات لا، بس قلت اقول لكم عليها عشان حابين تعملوها تجربوها. طبعا احنا بنحتاج ايه عشان ندخل في التيل؟ بنحتاج دبوس رفيع او ابرة رفيعة، وبنسخنها على الشمعة او بالولاعة. اهم حاجة نمسح الابرة كويس قوي قبل ما نبدأ نخرم بيها عشان ما تبقاش فيها اسود او مهببة يعني. وبعدين نبدأ ان احنا نخرم بالراحة جدا من فوق لتحت، ما نضغطش جامد، و بالراحة جدا. لو حسينا ان الابرة مش راضية تدخل للاخر خلاص نطلعها نسخنها تاني ونعمل، عشان لو ضغطنا ممكن الشمعة تتقطم مننا. تمام. فدي طريقة تدخيل الفتيل بسهولة جدا في اي شمعة، وانا عن نفسي بتتكسر مني يعني. لو كسرت منكم انتوا مش غلط، وانتوا مش وحشين، وانتوا مش فاشلين، وانتوا مش اي حاجة غلط يعني خالص، عادي وارد جدا ان الشمعة تتكسر. بس احنا ايه بالراحة جدا، والابره سخنه جدا بالراحه جدا، وارفع ابره عندنا عشان ما توسعش الفتحه قوي والفتيل يبقى سايب. تمام. انا بتاكد ان هي اتفتحت تماما، وبعدين ببدا ادخل الفتيل طبعا بيكون متشمع فبيكون ناشف، فبسهل قوي ان انت تدخليه تروحي سحباه من فوق، بيبقى شبه الابره يعني بيبقى سهل. وبعدين رحت مديها كده ايه لسعه من تحت عشان قاعده الفتيل انها تمسك في الشمع السايح ما تبقاش سايبه. تمام. طبعا الشمع اللي بيطلع من قوالب كله بحط له انهي فتيل؟ بحط له ارفع فتيل عندي. ليه؟ عشان انا عايزه الشمع تسيح لجوه، يعني انا عايزه الشمع يعمل حفره مش عايزاه يطلع لبره، عشان شكل الكرواسون يفضل معايا لحد اما الشمعة تخلص، مش اول ما الشمعة تبدأ تسيح نلاقيها اتكسرت واتفتفتت وفرشت في كل حتة. معلش لو طولت عليكم في الفيديو، بس حبيت اقول لكم شوية تريكس كده انا بعملها، وحبيت اقول لكم ما تتكسفوش ابدا انتوا تكتبوا لي اي كومنتات او اي حاجة انتوا عايزينها. يا رب تكون الشمعة عجبتكم. طبعا انا مش محتاجة اقول عايزين سبسكرايب ولايك وكومنت بأي حاجة حلوة، كلمة لطيفة او بسؤال زي ما انتوا عايزين. انا معاكم ما عنديش اي مشكلة. يا رب تكون الشمعة عجبتكم والفيديو يكون لطيف وسريع عليكم ان شاء الله. باي باي.